ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنراجع سوا مع بعض على النص الاولاني من المنهج اللي خدناه سوا، وزي ما عودتكم ان احنا زي ما بنذاكر سوا هنحل سوا كمان وهنراجع سوا علشان نقفل المنهج ان شاء الله. النهارده هنحل على الاسئله بالنظام الجديد اللي هي نظام اللي تشوز. فلكل اللي بيمتحن تابلت او اللي بيمتحن ورقي الاتنين هنحل نفس الاسئله، بيجي لهم نفس شكل الاسئله، فهنحلها سوا النهارده ان شاء الله. هنحل على درس بالترتيب، وطبعا مش محتاجه اقول لكم انكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها كل يوم، وبنراجع سوا على الاسئله والدروس كل يوم سوا. فما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس. ندخل بقى على ثالث درس الجبرا اللي هو الادينج اند سبتراكتنج الماتريسيز. يلا بينا نشوف اول سؤال. اول سؤال بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي مديني 2 ماتريسيز وبيقول لي اعمل لهم بلس. طيب 8 بلس 10 سهل قوي، يعني شغل ابتدائي خالص. 8 بلس 10 هتديني 18. 11 بلس نيجاتيف 1 هتديني 10. طيب نيجاتيف 3 بلس 3 هتديني 0. 7 بلس 1 هيديني 8. يبقى الكوريكت انسر اللي هي 18 10 0 8 اللي هي letter C، واعمل submit. تمام. اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي find مديني برضو 2 ماتريسيز وبيقول لي هاتي الادنج بتاعهم. طيب 1 بلس 2 هيديني 3. طيب 2 بلس 8. طبعا ما ننساش ان احنا هنهتم قوي بالاوردر بتاع الماتريكس، يعني الماتريكس دي عندي 1 باي 3 فهي هخليها 1 باي 3 برضو، يعني اللي هي ايه بالعرض كده وكل الحاجات جنب بعضها. تمام. يبقى قلنا 1 بلس 2 هتديني 3. طب 2 بلس 8 هتديني 10. طيب نيجاتيف 1 بلس 2 هتديني 1. تمام. ايه correct answer بتاعتي اللي هي letter A بنفس الاوردر. تمام. اللي هو ايه؟ اللي هي 1 رو ادي 1 في 3 كولوم 1 2 3، يبقى 1 في 3 نفس الاوردر. تمام. هدوس submit. برضو هنا مديني 2 ماتريسيز وعايز ايه؟ عايز السبتراكشن بتاعهم. طيب هجيبها ازاي بقى؟ 7 minus 8 نيجاتيف 1. تمام. طيب 9 minus نيجاتيف 5 هتديني كام؟ هتديني 14. تمام. طيب نيجاتيف 5 minus 2 هيديني كام؟ هيديني نيجاتيف 7. تمام. 0 minus 0 بزيرو. ايه الكوريكت انسر عندي؟ نيجاتيف 1 14 نيجاتيف 7 0. سي. هدوس submit. تمام. السؤال اللي بعده بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي if matrix A is 2 by 3 matrix. تمام. and the matrix B is 3 by 2 matrix, can you add the matrices A and B؟ طب تعالوا نتخيل كده شكلهم. بيقول لي ان matrix A هي ايه؟ 2 by 3. 2 يعني 1 row 2 row وايه 1 2 3 columns. تمام. دي شكل ال A. طيب وشكل ال B بيقول لي ايه؟ ان هي 3 by 2 يعني 1 2 3 وايه و2 columns. تمام. يبقى هي كده. هل ينفع ان انا اعمل لهم addition؟ هقول ايه؟ no. يبقى الاجابة عندي no وادوس submit. طيب نشوف بقى السؤال ده بيقول لي ايه. بيقول لي ان x plus matrix اللي هو مديها لي equal 0. تمام. where ال 0 is 2 by 2 0 matrix. تمام. يعني انا عندي x plus الماتريكس اللي هو مديها لي دي نيجاتيف 6 نيجاتيف 8 6 5. تمام. دي الماتريكس اللي هو مديها لي. ماشي. دول دي بلس دي بتديني ايه؟ بتديني 0. تمام. طيب بيقول لي بقى الزيرو is 2 by 2 0 ماتريكس. 2 by 2 0 ماتريكس. تمام. يعني الريزلت هيديني 2 by 2 0 ماتريكس. يعني هشيل الزيرو دي. هو اصلا قايل لي ان الزيرو دي هي 2 by 2 0 ماتريكس، يعني 0 ماتريكس بس الاوردر بتاعها ايه؟ 2 by 2. طيب هعملها ازاي بقى؟ يبقى انا كده عايزه اجيب ايه؟ انا عندي هنا 2 ماتريكس وعندي هنا اكس اهي، يبقى انا عايزه اجيب الاكس. تمام. انا عايزه اجيب ايه؟ الاكس. هو اصلا بيقول لي find the value of x. طيب الاكس دي سي هي ماتريكس هسميها ايه؟ A B C D. دي الماتريكس اللي انا هسميها. تمام. معمول لها بلس في دي هتدينا الريزلت دي. طيب انا مش ممكن اودي الماتريكس اللي هو مديها لي دي الناحيه التانية بالنيجاتيف ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. ينفع ولا لا؟ تمام ينفع. يبقى هقول ان الماتريكس اللي هي مكان الاكس دي equal. تمام. وهودي الماتريكس اللي هو مديها لي دي الناحيه التانية بالنيجاتيف، يبقى equal. هنزل الزيروهات زي ما هي. تمام. ادي الزيروز نزلت زي ما هي ماينس ايه؟
الماتريكس اللي هو مديها لي اصلا، اللي هي نيجاتيف 6 نيجاتيف 8 6 5، نيجاتيف 6 نيجاتيف 8 6 5. تمام. تمام. ادي كده بقى عندي حاجه زي الايكويشن. تمام ولا مش تمام؟ تمام. يبقى هقول ان الاي عندي equals 0 minus negative 6. تمام. يبقى الاي عندي equals 0 minus negative 6. تمام. طيب والبي equals، ادي البي اهي equals 0 minus negative 8. تمام. يبقى البي عندي equals 0 minus negative 8. تمام. دي البي. طيب السي عندي equals كام؟ السي اهي equals 0 minus 6. تمام. 0 minus 6 دي ايه؟ دي اللي هي السي. طب والدي equals كام؟ الدي equals 0 minus 5. تمام. يبقى الدي equals 0 minus 5. طيب هجيب بقى الريزلت بتاعت كل واحدة فيهم. ال A equals 0 minus negative 6 هتديني كام؟ هتديني 6. طيب وال B 0 minus negative 8 هتديني 8. وال C هتديني negative 6. وال D اللي هي 0 minus 5 هتديني كام؟ هتديني negative 5. تمام. يبقى أصبح الريزلت بتاعي أو الماتريكس الجديدة بتاعتي هتبقى كده 6 8 negative 6 negative 5. تمام. طبعا دي بالاوردر، هنا ال6 دي مكان الاي والبي مكانها ال8 والنيجاتيف 6 دي مكان السي والنيجاتيف 5 دي مكان ايه؟ الدي. تمام. يبقى انا الريزلت بتاعي 6 8 نيجاتيف 6 نيجاتيف 5 اللي هي ايه؟ اللي هي لتر دي. وادوس سبميت. ماشي. السؤال اللي بعده بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي given that ان 0 is 0 matrix of order 1 by 3. 1 يعني هي ايه؟ رو واحد. طب 3 يبقى 3 كولوم. تمام. يبقى هي كده، يبقى دي 0 matrix by order 1 by 3. تمام. find 0 minus 1 2 3. هو عايز ايه بقى؟ عايز find 0 minus الماتريكس اللي هو مديها لي اللي هي 1 2 3. يبقى انا هعمل الزيروز دي minus دي. تمام. هتديني كام؟ 0 minus 1 هيديني كام؟ negative 1. طب 0 minus 2 هيديني كام؟ negative 2. طيب 0 minus 3 هيديني كام؟ negative 3. يبقى الماتريكس دي ايه؟ دي الريزلت بتاعتي. طيب هي الاوردر بتاعها ايه؟ نفس الاوردر بتاع ايه؟ الزيروز اللي هي 1 by 3. تمام. يبقى الريزلت بتاعي اللي هي letter A وادوس submit. طيب نشوف بقى السؤال ده بيقول لي ايه. بيقول لي given that ومديني 3 ماتريسيز كده، اتنين معمول لهم addition في بعض وطلعوا لي ايه؟ طلعوا لي ماتريكس جديده. طيب بيقول لي find the value of x y and z وال a وال b. تمام. يبقى هو عايز الريزلت بتاعهم. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه هدور على اول واحده اللي هي الاكس. طيب الاكس بتاعتي اللي هي دي اللي هي 7 بلس 11. تمام. ادي الاكس equals الاكس مكانها اول واحده، يبقى قدامها ايه؟ ال11 وال7. تمام. يبقى x equals 7 بلس 11 equals كام؟ equals 18. تمام. طيب نبص على تاني واحده اللي هي ايه؟ الواي مكانها اخر واحده اهي، اخر واحده في اول رو. تمام. اللي هي قدامها ال9 والنيجاتيف 5. يبقى الواي equals نيجاتيف 5 بلس 9 equals كام؟ equals 4. تمام. دي ايه؟ دي الريزلت بتاعت الواي. طيب تالت واحده عندي هدور عليها اللي هي ايه؟ الزد اللي هي في النص في تاني رو. تمام. اللي هي ال10 وال11. يبقى الزد equals 10 بلس 11 هتديني كام؟ 22. تمام. تمام. نشوف اللي بعدها اللي هي ايه؟ عايز الاي. طيب equals الاي فين؟ اخر واحده في الرو الاولاني، اول واحده سوري في الرو الاول في الرو الاخير. طيب اللي هي بتاعت ال5 قدامها ال5 بلس ال6. 5 بلس ال6 equals كام؟ equals 11. تمام. تمام. طيب بعد كده هدور على ايه؟ هدور على البي. طيب البي اخر واحده في اخر رو اللي هي قدامها ال5 بلس ال2. 5 بلس 2 equals 7. تمام. يبقى انا عندي الريزلت بتاعي الاكس 18 اهي 18 والواي 4. سوري الزد هتبقى 21 مش 22. سوري معلش.
طيب يبقى كده انا عندي الريزلت بتاعي اهو. هدور بقى على تشوز الصح بتاعي اللي انا هختاره. طيب الاكس عندي 18، الواي 4، الزد 21، طيب الاي 11، البي 7. يبقى التشوز رقم A هو الكوريكت انسر. تمام، وهدوس سبميت. ماشي، نشوف بقى السؤال ده بيقول لي ايه. مديني ماتريكس A وماتريكس B وماتريكس C. عايز ايه؟ عايز ال A plus C minus A plus B minus C. تمام، انا عندي ماتريكس A اهي equals، هكتب الماتريسيز اللي هو مديها لي. تمام. طيب وماتريكس B طبعا هو عايز A plus B، يبقى انا هحط ماتريكس B تحتها. تمام، والريزلت هعمله ايه؟ minus C. يبقى انا هجيب الريزلت الاول بتاع ال A وال B، A plus B. تمام. طيب البي عندي بكام؟ بنيجاتيف 1 0 2 3. طيب عايز اعمل لهم بقى اديشن، هعمل ايه؟ 4 بلس نيجاتيف 1 هيديني كام؟ 3. طيب 3 بلس 0 ب 3. طيب نيجاتيف 1 بلس 2 هيديني كام؟ 1. طيب 3 بلس 3 ب 6. تمام. تمام، انا كده جبت A بلس B. طيب هو عايزني اعمل لها ماينس C، يبقى انا هعمل لدي ماينس ايه؟ السي. السي عندي اللي هي ايه؟ نيجاتيف 5 1 0 7. تمام، هيديني كام؟ الماتريكس الجديدة 3 ماينس نيجاتيف 5. ادي 3 ماينس نيجاتيف 5 هيديني كام؟ هيديني 8. طيب و 3 ماينس 1 هتديني كام؟ 2. طب اوكي، 1 ماينس 0 هتديني كام؟ هتديني 1. تمام، 6 ماينس 7 هتديني كام؟ نيجاتيف 1. تمام، يبقى ده الريزلت بتاعي 8 2 1 نيجاتيف 1. هدور على اللي تشوز ده 8 2 1 نيجاتيف 1 اللي هي لتر بي، وهدوس ايه؟ سبميت. نشوف بقى السؤال ده بيقول لي ايه. مديني ماتريكس A ومديني ماتريكس A بلس B. تمام، عايز ايه بقى؟ بيقول لي find الماتريكس B. هو عايز ماتريكس B ومديني ماتريكس A بلس B ومديني ايه؟ ال A. طيب هحلها ازاي؟ يعني هو مديني A plus B، مش المفروض A plus B equals A plus B؟ طيب هو مديني ايه؟ هو مديني دي. تمام، دي مثلا هسميها C. ماشي، وهنزل الايكوال زي ما هي، والاي دي هسميها A بس A small، بلس البي دي هسميها B small. تمام. تمام، انا عايزه اجيب ايه بقى؟ انا عايزه اجيب البي سمول دي. علشان اجيب البي سمول هعمل ايه؟ هحلها ايكويشن عاديه، هودي الاي الناحيه التانية للسي بالنيجاتيف، يبقى سي ماينس اي. تمام، انتوا فهمتوا انا عملت ايه؟ انا سميت الاي دي سميتها اي سمول، والبي دي سميتها بي سمول. تمام، والاي بلس بي دي سميتها سي. تمام، وحطيتهم على شكل ايكويشن. انتوا فاهمين؟ شلت الاي بلس بي دي وحطيت مكانها السي، والاي كابيتال حطيت مكانها الاي سمول، والبي كابيتال حطيت مكانها البي سمول، ووديت الاي السمول الناحيه التانية للسي علشان اجيب ايه؟ البي لوحدها اللي هو عايزني اجيبها. تمام، يبقى البي ايكوال سي ماينس اي. يبقى البي دي اللي هي ماتريكس بي ايكوال السي دي اللي هي ماتريكس اي بلس بي ماينس الاي ماينس ماتريكس اي. تمام. طيب هجيبها ازاي بقى؟ طيب احنا اتفقنا ان احنا بعد ما عملنا الايكويشن سميناها بي ايكوال سي ماينس اي. تمام، دي الايكويشن بتاعتي. طيب البي دي اللي هو عايزها، اللي هو اصلا طالبها مني، اللي هي ماتريكس بي ايكوالز السي اللي هي ايه؟ ماتريكس اي بلس بي. هحط الماتريكس زي ما هي 1 0 نيجاتيف 1 0 1 2 ماينس ماتريكس اي. ماتريكس ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ اللي هي ماتريكس ايه اللي هو مديها لي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 5 13 نيجاتيف 1 0. هعمل لدول ماينس. تمام، والريزلت اللي هتطلع لي هي هتبقى ماتريكس ايه؟ بي اهي. طيب يبقى دول ايكوال، هعمل لهم ماينس بقى ايه؟ 1 ماينس نيجاتيف 1 هتديني 2. تمام، احطها في ماتريكس كده منساش. طيب 0 ماينس نيجاتيف 1 هتديني كام؟ هتديني 1. طيب نيجاتيف 1 ماينس 5 هتديني كام؟ 6. طيب 0 ماينس 13 هتديني كام؟ 13. طيب 1 ماينس نيجاتيف 1 هتديني 2. طيب 2 ماينس 0 هتديني كام؟ 2. يبقى ايه؟ يبقى ده الريزلت بتاعي، وده هو ده ماتريكس بي اللي هو طالبها مني، ده الريكوايرد ماتريكس. طيب
سوري معلش، هنا نيجاتيف 1 ماينس 5 هتديني نيجاتيف 6 مش 6. وبرضو الزيرو ماينس 13 هتديني نيجاتيف 13 مش 13 بس. دي برضو كانت ايرور من عندي. طبعا انتوا كل ده هتشتغلوه بالكالكوليتور عشان محدش يتلخبط. طيب يبقى الكوريكت ريزلت عندي هي letter C. تمام، وهدوس ايه submit. طيب نيجي بقى نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي suppose the sum of A plus B plus C exists. We also know that A has 2 rows and C has 3 columns. What can we say about matrix B? بيقول لي ان matrix A plus matrix B plus matrix C، تمام، السم بتاعهم exists، احنا عارفينه. We also know ان الماتريكس A has 2 row، يعني عندها 2 row، يعني هي كده. تمام. and matrix C has 3 columns، يعني matrix C عندها 1 2 3، يبقى هي كده. تمام. what can we say about matrix B؟ ايه اللي انا اقدر اقوله about matrix B؟ هل matrix B دي is 2 by 3 matrix، ولا هي 3 by 2، ولا 2 by 2، ولا 3 by 3، ولا 1 by 3؟ طب هعرفها ازاي؟ هنشوف. هو بيقول لي ان السم بتاع ال A plus B plus C exist، يعني هم طلعوا لي ايه؟ طلعوا لي sum. تمام. طيب انا عندي ال C 3 columns. طيب وال A ما قاليش هي كام كولوم، بس قال لي ان هي 2 row. طب ليه ما نقولش ان السي كمان 2 روز بس هي 3 كولومز و2 روز؟ ما هي بتحصل عادي. وليه ما نقولش ان الاي 3 كولومز زي ايه؟ زي السي، بتحصل برضو ان يبقى 3 كولومز بس فيها 2 روز، صح ولا لا؟ صح. طيب لو هي 3 كولومز و2 روز زي ما هو كده قايل لي، يبقى ايه؟ يبقى الاوردر بتاعها كام في كام؟ ادي 1 2 رو في 3 columns. تمام. 2 by 3. طيب طالما ال A كده والC كده، مش ال B كمان هتبقى زيهم؟ طيب طبيعي جدا، يبقى كلهم هيبقوا كام؟ 2 by 3 matrix. يبقى السم الريزلت بتاع السم بتاعهم كمان هيبقى كام؟ 2 by 3 matrix. تمام. يبقى ال B is 2 by 3 matrix. يبقى السوليوشن بتاعي هي letter A، وهعمل submit. نيجي بقى للدرس الطيب قوي اللي كلنا بنحبه، وهو درس ال properties of matrix multiplication. الدرس ده اسئلته سهله جدا وحلوه قوي. تعالوا بقى نشوف اول سؤال بيقول لنا ايه. مدينا ان الاكس تمام مضروبه في ماتريكس، تمام، وعملت ايه؟ طلعت لي نفس الماتريكس. تمام. انتوا فاهمين؟ يعني الماتريكس دي هي دي، فاتضربت في الاكس طلعت لي نفسها. يبقى تفتكروا الاكس دي ايه؟ اكيد الاكس دي identity matrix 1 0 0 1، صح ولا لا؟ انا قلت في الشرح بتاع الفيديو بتاع الدرس ده لما كنت بشرحه ونزلته، قلت ان اي حاجه معمول لها تايمز في الايدنتيتي ماتريكس، اي حاجه تايمز الايدنتيتي ماتريكس هتديني ايه؟ هتديني هي نفس الحاجه تاني. تمام. يبقى انا هختار ايه؟ هختار letter A وادوس submit. طيب السؤال التاني بقى مديني ايه؟ مديني 3 matrices A B C. بيقول لي which of the following is equivalent to A وبراكت B plus C. هو من الاخر كده هو عايز يفك البراكت. طيب انا لما يبقى عندي حاجه مضروبه وفي براكت، بعمل ايه؟ بدخل الحاجه دي مره على الاول ومره على ايه؟ على التاني. يبقى الريزلت عندي هيبقى A B بلس، هدخل برضو ال A على C بلس AC، يبقى ده الريزلت بتاعي. يبقى انا هختار ايه؟ هختار letter B وادوس submit. طيب تعالوا بقى نشوف السؤال التالت بيقول لي ايه. مديني ماتريكس A، تمام، بيقول لي ان ماتريكس A دي equals negative 4 2 2 negative 4. تمام. ومديني ماتريكس B، بيقول لي ان ماتريكس B دي equal negative 3 negative 3 negative 1 1. تمام. عايز ايه بقى؟ عايز مرة ال AB ومرة ايه؟ ال BA. طيب انا هعمل ايه بقى عشان اجيب ال AB؟ هعمل طبعا ماتريكس اللي هي بتاعت ال AB، انا عايزه اجيب ال AB الاول. تمام. يعني هضرب ال A في ال B. طيب اعمل ايه؟ هجيب اول رو وهضربه مره في الكولوم الاولاني ومره في الكولوم التاني. تمام. طيب هشتغل الاول اول رو اللي هو ده في ايه؟ في اول كولوم. تمام. نيجاتيف 4 في نيجاتيف 3 بلس 2 في نيجاتيف 1. تمام. دي هحطها فين؟ دي هحطها في اول مكان
في اول مكان عندي. طيب بعد كده اول رو فين؟ في تاني كولوم، عشان احطها فين؟ تاني مكان هنا. تمام. طيب يبقى نيجاتيف 4. انا بس ممكن يبقى نيجاتيف 4 في نيجاتيف 3 بلس 2 في 1. تمام كده. ايه اول مكانين عندي. طيب عشان اجيب بقى اللي تحت هعمل ايه؟ هعمل الرو التاني اللي هو مكانه تحت، برضو هيجيب لي نفس الريزلت بتاعه برضو اللي تحت. طيب يبقى هعمل الرو التاني في اول ايه؟ في اول كولوم. طيب 2 في نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 4 في نيجاتيف 1. تمام. طيب وعايزه اجيب بقى الرابع مكان اللي هنا، هعمل ايه؟ هعمل تاني رو في تاني كولوم اللي هو 2 في نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 4 فين؟ في 1. تعالوا بقى نحسب الريزلت سوا. اول حاجه نيجاتيف 4 في نيجاتيف 3 هتديني 12 بلس 2 في 1 هتديني كام؟ 2. يبقى 12 ماينس 2 هتديني 10. تمام. طيب 2 في نيجاتيف 3 هتديني كام؟ نيجاتيف 6. نيجاتيف 6 بلس نيجاتيف 4 في نيجاتيف 1 هتديني كام؟ 4. نيجاتيف 6 بلس 4 هتديني نيجاتيف كام؟ 2. اوكي تمام. طيب بعد كده نيجاتيف 4 بحسب ديها. نيجاتيف 4 في نيجاتيف 3 هتديني 12 بلس 2 هتديني كام؟ 14. اوكي تمام. طيب 2 في نيجاتيف 3 هتديني كام؟ نيجاتيف 6 بلس نيجاتيف 4 في 1 هتديني كام؟ نيجاتيف 4. يبقى نيجاتيف 6 ماينس نيجاتيف 4 هتديني نيجاتيف 10. تمام. يبقى اللي تشوز عندي هيبقى 10 14 نيجاتيف 2 نيجاتيف 10 اهو. بس في حاجة، انا عندي 2، يعني عندي 2 هيدوني 10 14 نيجاتيف 2 نيجاتيف 10. يبقى ايه؟ يبقى لازم اكمل واجيب البي اي كمان علشان اشوف انهي تشوز منهم صح. يعني انا عندي ايه هو نفس السي في اول في الاي بي، في الناتج بتاع الاي بي هو نفس ايه؟ نفس السي. يبقى الاي والسي نفس اللي تشوز. بس ايه اللي هيحدد لي اللي تشوز بتاعي صح ولا غلط ولا انهي اللي هختاره؟ البي اي. طيب يلا بقى نجيب البي اي. هنجيب البي اي ازاي؟ هكتب الاول البي نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 1. ما بخلش واكتبهم تاني. ها طيب هكتب الاي بعد كده. الاي اللي هي نيجاتيف 4 2 2 نيجاتيف 4. تمام. هعمل ايه بقى عشان اجيب الريزلت بتاعت البي اي؟ هعمل اول رو في اول كولوم. تمام. وبعد كده اول رو في تاني كولوم عشان اجيب ايه؟ اول 2 عشان اجيب دي ودي. تمام. اول 2 فوق، وبعد كده هجيب بعد كده هجيب اخر 2 تحت. لما اعمل ايه؟ هعمل تاني رو في اول كولوم مرة وفي تاني كولوم مرة. تمام. عشان اجيب ده وده. يبقى اول حاجة هعمل ايه؟ ادي اول رو اهو في اول كولوم نيجاتيف 3 في نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 3 في كام؟ في 2. طيب بعد كده هعمل ايه عشان اجيب اللي جنبها؟ هعمل اول رو برضو في تاني كولوم. تمام. يبقى نيجاتيف 3 في 2 بلس نيجاتيف 3 في نيجاتيف 4. اوكي تمام. هعمل ايه بقى عشان اجيب تالت واحدة؟ هعمل تاني رو في اول كولوم. يبقى نيجاتيف 1 في نيجاتيف 4 بلس 1 في 2. تمام. هعمل ايه عشان اجيب الرابعة؟ هعمل او تاني رو في تاني كولوم نيجاتيف 1 في 2 بلس 1 في نيجاتيف 4. تمام. هجيب بقى الريزلت بتاعتي. طيب نيجاتيف 3 في نيجاتيف 4 هتديني 12. 12 بلس نيجاتيف 3 في 2 نيجاتيف 6. يبقى 12 بلس نيجاتيف 6 هتديني كام؟ هتديني 6. تمام. اللي تحتها نيجاتيف 1 في نيجاتيف 4 هتديني 4. 4 بلس 1 في 2 هتديني 2. يبقى 6. طيب نيجاتيف 3 في 2 هتديني كام؟ نيجاتيف 6 بلس نيجاتيف 3 في نيجاتيف 4 هتديني كام؟ هتديني 12. يبقى نيجاتيف 6 بلس 12 هتديني 6. تمام.
طيب نيجاتيف 1 في 2 هتديني كام؟ نيجاتيف 2 بلس 1 في نيجاتيف 4 هتديني نيجاتيف 4. يبقى نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 4 هتديني كام؟ نيجاتيف 6. يبقى ده الريزلت بتاع ايه؟ ده الريزلت بتاع البي ايه. تمام. يبقى انا هختار اني تشوز بتاعي. انا قلت ال 10 14 نيجاتيف 2. ادي اول واحده 10 14 نيجاتيف 2 نيجاتيف 10. تمام. وتاني ريزلت عندي 6 6 6 نيجاتيف 6. يبقى هو letter C. طيب نشوف بقى question number 4 بيقول لي ايه. consider 2 by 2 matrix 2 by 2 matrix. تمام. A و B. بيقول لي بقى is AB equal ال BA. هل ال BA equals ال BA؟ مديني 2 matrices. قلنا no. ليه قلت هنا no؟ لان ده لو عندي BA not equal AB. ده ايه؟ ده قانون عندي اصلا. انا قلت في الفيديو بتاع الدرس ده قلت ان ال BA not equals AB. تمام. ماشي. نشوف بقى السؤال اللي جاي ده. بيقول لي ايه؟ مديني ماتريكس A ومديني ماتريكس B وماتريكس C. تمام. وبيقول لي is it true that A B all times C equals ال A all times BC. دي true. هل اللي قاله ده true؟ ال AB all times C equal ال A times BC all. طيب هل ده صح اللي هو قاله؟ تفتكروا كده ايه؟ انا برضو ممكن اللي مش فاهم او اللي مش عارف يمشي معايا يبص على الفيديو بتاع الدرس ده هيلاقي كل ده انا قايلاه. ولو كمان حابين انزل لكم الملزمه ممكن انزلها لكم PDF في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بس ممكن تكتبوا لي في الكومنتس لو كنتوا عايزين الملزمه، انا هنزلها لكم على طول في الفيديو اللي بعده ان شاء الله. طيب نرجع بقى للسؤال. هل ده ترو؟ احنا قلنا طبعا عادي. ليه؟ لان هو بس فرق الترتيب، انما كلهم اصلا معمولين تايمز بعض. بس فرق يعني البراكت مره خدتها مع الاي بي ومره خدتهم البي سي مع بعض، فدي عادي جدا بتبقى ايكوال. انما لو مش ايكوال في حاجه واحده، لو قال لي الاي بي ايكوالز بي اي، دي مش ايكوال، دي نوت ايكوال. تمام. دي الحاله الوحيده اللي نوت ايكوال بعض، انما اي حاجه من دول عادي جدا. لما شقلب مثلا A B C، بس اهم حاجه نفس الترتيب. يعني هما ال A الاول بعد كده ال B بعد كده ال C. هنا برضو ال A الاول بعد كده ال B بعد كده ال C. مش فارقه بقى انا اخدت مين عملتهم الاول تايمز بعض، ولا اخدت ال الاول ولا ال B الاول ولا ال C الاول. تمام. يبقى هعمل ايه؟ yes submit. وطبعا مش محتاجه اقول لكم انكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها كل يوم، وبنراجع سوا على الاسئله والدروس كل يوم سوا. فما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس.